في الكلام ده. علشان كده اغلب العلاقات اللي حصل فيها النوع ده حتى لو كملت شكليا بتفضل ميته من جوه لحد ما تنهار تماما. رساله بقى، رساله للراجل اللي بيخون زوجته مع قريبتها او صاحبتها او حد قريب منها. آه ده مش غلط، بس ده للاسف انت ده خان الشرف قبل الحب. مهما اعتذرت ومهما وعدت الجرح ده عمره ما هيقفل. رساله بقى للست، وده مهم جدا، الست اللي بتخون جوزها مع صاحبه او قريبه او حد دخل حياته او حد معاه في الشغل او الى اخره. ما كسرتش بس الجواز، دي كسرت رجوله وثقه ومكانه، وحطت نفسها في خانه للاسف ما فيش منها رجوع، خانه منحطه قوي. الحقيقه بقى اللي لازم تتقال، مش كل خيانه بينفع يا جماعه تتسامح، والتسامح في بعض الحالات بيكون ظلم للنفس مش فضيله. في جروح الكرامه فيها اهم من الاستمرار. لو انت داخل علاقه وشايف نفسك مش قادر تحافظ، اخرج بشرف واخرج بسرعه لو سمحت. الانفصال حتى لو وجع، بس الخيانه القذره دمار للعمر كله. الخيانه مش غلطه، مش غلطه لحظه، الخيانه دايما قرار. والخيانه القذره مش ضعف، ده سقوط اخلاقي بالكامل. في حاجات ما ينفعش تتصلح ابدا مهما حصل، علشان اللي اتكسر كان امان مش علاقه بس. لو الحلقه دي جريئه شويه، فالجرأة احيانا رحمه بالناس. لو عجبتك الحلقه شاركها مع غيرك. اشوفكم دايما بخير، وربنا يا رب يحافظ عليكم ويحافظ على علاقاتكم ويحافظ على عقولكم ويعافيكم من وسوسه الشيطان. واشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم.